هناخده حبة كده صغيرين. بسم الله الرحمن الرحيم. مية فاضية اهي لسه اهو بنحطه فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بدون مجهود، من غير ما اعمل كده جامد، لا بصوا ما شاء الله من غير مجهود ما شاء الله. لما بص الاول ما كانش بيرغي كده هو بصراحه، يعني احنا اول ما بدانا نعمله كانت الحاجه كده عارفه اللي هو ما كانتش بترغي وكان ليها ريحه كده فيها ريحه الزناخه. دلوقتي لا، بقينا نطوره ونعمله حاجات بصراحه جميله وموفره وتنفع البيت في كل حاجه جميله. بصوا ما شاء الله جميل ازاي، يعني حاجه كده وهم. بصوا عشان اعمل لكم حبه ايه فوم عالي. اه اه مش حاطه كتير، يعني انت تخيلي بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على افضل خلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. عندك برسيل جل فصل بسبب بقى حطينا ملح زياده، بسبب عملنا حاجه غلط في الخطوات، زودنا حاجه نقصنا حاجه افتكسنا في حاجه، ما تقلقيش خالص. انا النهارده مش فصل، انا كنت عامله المفروض كلور جل بالنشا تمام، فلقيته لونه غير وريحته بقت عارفه اللي هو ايه، لما تيجي بتسوي النشا بالبطاطس وتحطي كلور الاتنين عاملين ريحه نفاذه جدا مش حلوه خالص. فانا النهارده ناويه احول البرسيل جل ده اللي هو برسيل كلور جل لبرسيل جل عادي ما ياثرش على الملابس بابسط طريقه. يعني انا دلوقتي هو دوت طبعا فيه كلور، انا لا انا هحوله لبرسيل عادي للغسيل العادي خالص. فاول حاجه انا فاتحه عليه النار عشان خاطر اخليه يسخن ويدوب معايا، يعني يفك خالص. بص هو مش مكتل بس يفك خالص اللي هو ايه، لما اجي احط بقيه الاضافات الاضافات اللي انا هحطها تدوب معايا بسهوله. فانا مولعه عليه النار كده لحد ما يسخن وارجع لكم تاني. يا جماعه انا كنت بحسب نفسي بصور وعماله اتكلم وفرحانه. هقول لكم هقول لكم انا كنت واقفه فين وبقول ايه. اقول لكم ثواني كده. ده الصابون اللي انا كنت عاملاه في فيديو من الفيديوهات اهو، الصابون السحري اللي انا قلت لكم عليه تمام. ده بقى بعمله وقت محتاجه مثلا كده اهو، ولا ببشر ولا بتاع او وبواقي الصابون. ممكن مثلا لو انت عندك بواقي صابون برضو بتسيحيها وتعملي كده. انا خدت مغرفتين من دول كده، وكنت بقول لك ان انت مثلا كميه الصابون اللي انت فاصله عندك هتحطيها على النار زي ما انا عامله كده، وتبشري صابونه بلدي اللي هي الصابون اللي احنا بنعمله ده، يا اما انت تشتري صابونه صلايت او اي صابون بواقي صابون عندك في البيت بتبشريه وتحطيه على كميه الصابون اللي عندك ده وتحطيه لحد ما يدوب خالص. بصوا اهو انا بص من غير سخونيه جامده اللي انا بتسيح فيها الصابون في الاساس لا هو بصي بيدوب مع نفسه. خلاص هدوبه كله وارجع لكم نشوفوه في الاخر. وانتي بتدوبي كده اهو هتروحي حاطه السكر بقى بالمره بحيث ان هو ايه يدوب معاكي. ربع كوبايه بقى نص كوبايه على حسب ما ايه الكميه اللي عندك تحطيها. على فكره هو مساعد للرغوه جامد جدا، وفي نفس الوقت مرطب للبشره، بيتعمل معامله الجليسترين تمام، بيرطب للبشره. او الصابون بصي بقى داب خالص، اللي فاضل دي ممكن تبقى قطع اساسا ما دابتش في الاول، بس هي مع السخونيه دلوقتي هتدوب مفيش مشكله. بصي ده تماما تماما. هنحط بقى بقيه المكونات عشان خاطر ايه تدوب معانا بالمره. هنا معايا مسحوق كوبايتين مسحوق، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بنعمل حاجه للبيت بنعزز بيها المسحوق بتاعنا حلو، فبنخلوه حاجه كده ايه من الاخر، يعني فاخر من الاخر تمام. طبعا هو هنا محتاج ميه بقى عشان خاطر ايه يدوب معانا هنا بسهوله لانه يعتبر تقيل قوي كده. بس انا مش عايزه اجيب المضرب اليدوي احسن عشان يقلب معايا ده بسهوله. المسحوق ده معايا خالص اهو زي ما انتم شايفين، كان عامل كلكعه في الاول بس عادي جدا. انا عارفه ان هو هيدوب معايا كويس في السخونيه تمام. احط بقى المكون اللي فاضل او الفاضلين يعني خلاص هنت. هنا برضو كوبايتين كبار من او نص كيلو يعني، بسم الله الرحمن الرحيم، من الصابون او البرسيل مهما كان المسحوق اللي عندك. طبعا يا جماعه الكميه دي عايزه تتخفف بكميه ميه، عايزه اقول لكم يعني ايه من هنا لبكره تمام. طبعا هقفل بس النار ملهاش لازمه، خلاص احنا كده دوبنا المكونات بتاعتنا تمام اهو.
طبعا انا هنقله في حاجه اوسع، بس انا كنت حاطاه في الحله عشان النار. تمام اهو زي ما انتم شايفين. خلاص هو ده. بس عايزه طبعا ان انت لما بتيجي تضيفي حاجه على حاجه في المنظفات بالاخص، لازم تبقى تتقلب حلو قوي عشان يبقى فيه يعني اندماج المكونات في بعض. لانك انت ممكن يعني من طرق فصلان الصابون معانا انه ما بيتقلبش كويس عشان المكونات تندمج كويس. تمام. فانا هقلب حلو قوي قوي، هقفل بس معاكم واقلب شويه وارجع لكم تاني. بس انا قلبته كويس جدا. في هنا بقى عندي شويه كلوروكس الوان جاهز اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الاضافات يا جماعه اللي انتوا بتضيفوها دي بتعزز المسحوق بتاعنا او البرسيل بتاعنا او اي مهما كان الجل بتاعنا اللي احنا بنستخدمه. وكل اللي بتضيفيه لازم تقلبيه كويس جدا عشان يندمج كويس مع بعض. كده تاني يوم بصراحة ما قدرتش اكمل، كان الوقت متأخر جدا. ده تاني يوم. بصوا التقل بتاعه ده، كل ده عايز مية، بس انا حبيت اوريهولكم بالمنظر ده. شوفوه الاول وبعد كده نشوفه. انتي حباه بالتقل ده تمام، حباه تخففيه عن كده اوكي. انا كده انا بحبه كده وبحبه كده. بس انا بحب اصور لكم اوريكم الحالتين عشان تعرفوا ان انت لو عملتيه كده يبقى بالشكل ده، لو خفيتيه شويه يبقى حلو. هنا معايا بقى اللون ده بتجيبيه من عند بتاع المنظفات اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللون اللي يريحك، ولو مفيش مشكله يعني. هو ايه مش هيقول لا في الغسيل. احنا بس كده بندلع الحاجه اللي احنا بنعملها، البرسيل اللي بنعمله عشان يدينا شكله خلاص. لكن لو ما حطيتيش مفيش ادنى مشكله. بصي بقى عسل عسل عسل. هو باين لونه، باين عندكم ان هو شبه الدوني، لكن هو لسه فاتح عندي في الكاميرا. احط حبه كمان صغيرين. عسل وسكر، حاجه كده جميله. هنشوفه بالطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجمال. بصي اللزوجه. الكاميرا مش عارفه انا مشيت، ثواني بس تظبط اهي. شايفين اللزوجه بصراحه حلوه قوي قوي قوي. هنجرب بقى الرغوه مع بعض. هناخده حبه كده صغيرين. بسم الله الرحمن. ميه فاضيه اهي لسه اهو بنحطه فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بدون مجهود، من غير ما اعمل كده جامد، لا بصوا ما شاء الله من غير مجهود ما شاء الله. لما بص الاول ما كانش بيرغي كده هو بصراحه يعني. احنا اول ما بدانا نعمله كانت الحاجه كده عارفه اللي هو ما كانش بترغي، وكان ليها ريحه كده فيها ريحه الزناخه. دلوقتي لا، بقينا نطوره ونعمله حاجات بصراحه جميله وموفره وتنفع البيت في كل حاجه جميله. بصوا ما شاء الله جميل ازاي يعني، حاجه كده وهم. بصوا عشان اعمل لكم حبه ايه فوم عالي اه مش حاطه كتير يعني. انت تخيلي اهو. بسم الله ما شاء الله.